شركة ألمانية اللي سميتها كابا كتقلب على سائقين ديال الشاحنات من المغرب. ولحقاش ألمانيا عندها واحد الخصاص كبير في اليد العاملة، كانوا أغلبية ديال السائقين ديال الشاحنات جايين من دول أخرى، كمثال أوكرانيا اللي قربت تسالي فيها الحرب، وكاين احتمال كبير ان داك الناس اللي ساكنين وخدامين هنا في المانيا غيرجعوا للبلد ديالهم لحقاش تولي بلد امن. وفقا للموقع ترونسبور اونلاين وضح المدير العام ديال شركه بيرن البرشيت ان بعض الدول الاوروبيه والسائقين ديالها ما بقاوش غادي يخدموا لصالح شركه كابا، والسبب ان الدول مثل اسبانيا والبرتغال ولات بحاجه الى سائقين محليين، وهذا هو السبب اللي خلى الالمان ياخذوا المغرب بعين الاعتبار. ووفقا للمصادر اللي لقيت دابا بلي هاد الشركه غادي توفر واحد التدريب خاص بالنسبه للمتدربين. هاد المده ديال التدريب المهني الخاص غادي توفر لك هاد الشركه الالمانيه رخصه السياقه من صنف سي وشهاده في الاسعافات الاوليه. واحد النقطه للتوضيح، البيرميات ديال المغرب كيكونوا هنا في المانيا صالحين لمده 6 شهور فقط، بمعنى اخر باللي انك فاش كتجيب بيرمي من المغرب كيكون عندك الحق تسوق قانوني 6 شهور الاولى هنا في المانيا، ومن بعد خاصك تولي تعاود البيرمي من ازيرو. داكشي علاش الرخصه السياقه اللي غادي تشد في هذا التكوين المهني غتكون المانيه 100% وتقدر تسوق بها هنا عادي وتخدم بها عادي. الا كنتي كتعرف شي عشيرك بيلوط، هذه هي الفرصه باش تبارطاجي مع هذا الفيديو وتقول له المانيا راه كتسناك عشيري. السلام عليكم.